محتاج تحوش قد ايه عشان تشتري هيونداي فيرنا النعش الطائر مستعمله في مصر؟ انا لقيتني بقالي كتير عمال انزل ريفيوز وتفاؤل وبتاع، فقلت ما تيجوا نكتئب شويه مع بعض. الفيرنا بطلت تنزل دلوقتي زيرو في مصر، والمستعمل بتاعها بيتراوح بين 250 لحوالي 450 الف جنيه على حسب السنه والحال. عشان انتوا عارفين ان الفيرنا قعدت تنزل مصر حوالي 35 سنه، مش 35 بالظبط، انا بهزر، هي فعلا قعدت تنزل 15 سنه في مصر. فنقول ان متوسط سعرها المستعمل حوالي 350 الف، والكلام المكتوب ان الحد الادنى للاجور في مصر 7000 جنيه. انا عن نفسي اعرف بتاع 15 حد بياخد اقل من 7000 جنيه، بس هنقول هم اللي بيتصوا، مالناش دعوه. فانا هقول يا عم ان ربنا كرمك وبتقبض 10000 جنيه في الشهر، وكمان بتحوش تلتهم، يعني حوالي 3000 ونص في الشهر. هنضربهم في 12 هيطلعوا لنا 42000 جنيه في السنه، ولما نقسم ال 42000 دول على ثمن الفيرنا اللي هو 350000 هيطلع لنا 8 وكسور. فهتلاقي يا عزيزي المشطشط انك محتاج 8 سنين و3 شهور عشان تشتري هيونداي فيرنا مستعمله في مصر. ويا ريت الفيرنا دي هتبقى حاله، دي هتلاقيها ماشيه مثلا بتاع مليون كيلو، موديل 10 11 كده. طبعا كمان 8 سنين و3 شهور من دلوقتي هتلاقي الفيرنا ب 350000 بقت ب 3 مليون مثلا. فمن غير ما اطول عليك، قول طول يا ابو الصفاصيف، اللي عايز اوصله لك انك لو بتحاول تحوش عشان تشتري فيرنا، لا اصرف الفلوس احسن في اي حاجه، ان شاء الله تجيب توك توك.